ها اليوم تحول الحال، من اللي قالوا يا مالك؟ جمهور النصر. مالك يسجل هدفين، يعني ولادة جديدة مع الأهداف في فريق جديد. أولا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله على كل حال، كسبنا 3 نقاط مع فريق صراحة جدا رائع. الجمهور صراحة ما كان راضي ونحن ما احنا راضيين، لكن جاء الوقت المناسب اللي نقدم له، وإن شاء الله المباراة القادمة نقدم أحسن من كذا إن شاء الله بإذن الله، ولسه هذا مو مستوانا، إن شاء الله بإذن الله بنقدم أفضل من هنا. مالك يعني أعرفك كثير وأعرف يعني أنك دائما صريح. مريت في مرحلة يعني انعدام، اذا جاز التعبير، ما فيها توازن فني بالنسبه لمالك، حتى انه انا شخصيا ما كنت اتصور انه يوم من الايام الاهلاويين يقولوا لك تفضل العب في النصر. لعبت في النصر، تشعر بانه النصر هو اللي حيكون بوابه لمالك معاذ عشان يبقى مالك هو مالك؟ والله إن شاء الله بإذن الله. صراحة أنا أشكر الإدارة النصراوية اللي عملت معي أشياء كثير، وكل مباراة بتقدم معي التعامل النفسي، الجو الصحي بتقدم لي هو، وانا بقدم له ان شاء الله. كل ما اكون مرتاح ان شاء الله انا بقدم الشيء اللي يريحني ان شاء الله باذن الله. ان استمر مالك وان شاء الله تستمر، انا احبك بعيد عن اي شيء. اتمنى لك انت انك ترجع لوضعك الطبيعي، ياسر يرجع لوضعه الطبيعي، عبدو عطيف، سعد الحارثي، كل الناس اللي هم نجوم نتمنى انهم يرجعوا لوضعه الطبيعي. اذا استمر مالك مولعها كذا ان شاء الله كل مره هدف، ها تتوقع يسيبوك النصراويين ولا الاهلاويين يقولوا لك تعال مره جديده؟ والله الله العالم، لكن لسه خلي ينتهي الموسم لكل حادث حديث ان شاء الله باذن الله. خلينا دحين افكر الموسم هذا كيف، وان شاء الله نشوف ايش نهايه الموسم. لكن اللاعب لما ينزل مستواه كيف يرجع وكيف يلاقي تعامل، يعرف كيف يرجع. طيب تعودت من الجمهور الاهلاوي، وانا اشوف في جده لا رحت اقول ما شاء الله لا اله الا الله، الله لا يضرك. تعودت من الجمهور اوه يا مالك الاهلاوي، اليوم سمعتها مرتين من النصر وبقوه. وش الفرق بين الجماهير الاهلاويه والجماهير النصراويه ونطق اوه يا مالك تحديدا؟ تعرف الحب الاول يعني صعب تفارقه، لكن الحب الاول تجربه. والله مو تجربه، الحب الاول تعرف يعني الجمهور صراحه ما ننساه، يعني عمل معنا الشيء الكثير ومستحيل ننسى. والجمهور هذا يعني جمهور النصر وجمهور الجماهير كلها يعني وقفت معايا في المنتخب في اشياء ثانيه، ودحين جمهور النصر بيوقف معايا، وان شاء الله يسعدونا ونسعدهم ان شاء الله باذن الله. النصر يملك اشياء كثيره، فريق كبير، فريق له اسمه له تاريخه. إذا النصر يعني أعطاك يعني روح مالك، أداء مالك، أهداف مالك، مفروض انك تقول ببقى في النصر. والله قولها للجمهور طمنهم. لا لسه ان شاء الله، انا خلينا اغلق الموسم هذا ونشوف ايش يصير، وزي ما قلت لك لكل حادث حديث ان شاء الله. احمد عباس كيف معك؟ والله ما يحتاج، مو احمد عباس، الفريق ككل يعني حسيته شايل الوسط اليوم. اول ما جيت يعني الاداره بتعاملهم تمام، هم بيقدموا لهم الشيء المناسب ان شاء الله باذن الله. يعني تعرف المباريات اللي راحت ما قدموا الشيء اللي هو، لكن جاء الوقت المناسب انهم يقدموا لهم، هو حيقدموا افضل ان شاء الله. يعني احمد عباس غني عن التعريف، يعني ما يحتاج شهادتي فيه مجروحه صراحه. وانا اقول اوه يا مالك ان شاء الله تستمر بادائك ونجوميتك ويعطيك العافيه وتستاهل كل خير. الله يخليك ويحفظك ان شاء الله. انا مشكلتي قلبي فندق، يعني كثير اللي ساكنين جوا قلبي، واحد منهم احمد عباس. احمد عباس اقول لك يعني عوده يعني جميله، عوده جديده بعد يعني توقف نتيجه اصابه. سمعت المدرب قبل المباراه يقول انه عباس حيكون اضافه، انت كنت اضافه. أول شيء الحمد لله طبعا على الفوز، وطبعا أداء يعني وكان مقرون بالنتيجة الحمد لله. يعني قدرنا نسعد الجمهور وقدرنا يعني نراضيهم يعني بما أنهم زعلانين علينا وشايلين علينا، لكن إن شاء الله الجاي أفضل من كذا إن شاء الله. يعني ما أتمنى يعني يحز بالخاطر لما يتوقع أي واحد من الجماهير النصراوية هذه إن زعلوا يعني يهون علينا بالطريقة اللي هم يتصورونها، ولكن نقول لهم يعني زعلكم يعني غالي علينا، وانتم شايفين يعني نحاول ان نسعدكم قدر ما نقدر ان شاء الله، وهذه بدايه التصحيح، واتمنى ما تخلون عنا يعني. طيب بصراحه احمد انت قريب من اللاعبين، قريب من الفريق، الوضعيه التراجعيه اللي مر فيها الفريق وضعيه غير مطمئنه للجمهور، وقلت قبل المباراه من اصل 4 جولات 4 نقاط، مش هذا النصر. عمليه طيب عوده اليوم الروح وعوده الاداء، يعني هاجر يبقى فريق مهم جدا، يبقى فريق من الناس اللي يعني قدم نفسه الموسم الماضي في الدرجه الاولى، اليوم في الممتاز، يستحق التقدير يستحق الاحترام، يلعب على ارضه وبين جمهوره. العوده، الروح، الاداء، شو الاسباب اللي فتره التوقف شو اللي ساعدكم على ان ترجع كل ذي الامور؟
والله طبعا زي ما الجميع عارف يعني فترة التوقف يعني اشتغلنا على امور كثيرة، حاولنا يعني نجلس مع بعض ونشوف يعني وش الاشياء وش الامور اللي ناقصتنا، يعني اجتمعنا مع الادارة، اجتمعنا مع المدرب، والمدرب حاول يصحح بعض الاخطاء يعني في الاربع جولات الاولى. الحمد لله يعني بتكاتف الجميع، انت شفتوا اليوم كرة حلوة وشفتوا مستوى نجر، الطموح ان نحقق بطولة ونرضيهم. طبعا ما نقول له من هذا كل شيء، ان شاء الله هذه البداية وان شاء الله نسعدهم في الجايات ان شاء الله. كابتن، لما يعني خط هجوم يكون في موجود سعد الحارثي، محمد السهلاوي، مالك معاذ، ريان بلال، يعني قائمة خلني أقول كأسماء تعتبر ثقيلة، لكن يعني ربما غابت حضر اليوم مالك معاذ. يعني شو التراجع في عملية تسجيل الأهداف بالجانب النصراوي؟ بس هي عملية سوء طالع يعني ما في حظ بس، ولا في تراجع في أداء اللاعبين هذول كلهم اللي ذكرتهم؟ والله ما يعني ما اقدر احدد لك العله بالضبط، ولكن تقدر تقول يمكن في عدم انسجام في البدايه وفي عدم توفيق زي ما الجميع شايف، كانت تسنح لنا فرص لكن ما كنا نسجل. اليوم الحمد لله يعني، وبرضه اليوم ضيعنا يعني فرص كثير، يعني كان نقدر نطلع بخمسه او سته، ولكن الحمد لله يعني الشباب صاروا في الفورمه اليوم، الحمد لله ان شاء الله انهم طول الموسم على كذا ان شاء الله. توعدوا الجمهور ان انطلاقه ما راح يصير في تراجع جاي؟ ان شاء الله ما في تراجع، احنا بس نحاول نرضيهم ونحاول ان شاء الله ما عاد يصير في تراجع على اساس ما يرجعوا يزعلوا علينا ان شاء الله. طيب كنت توعدني قبل ما نطلع الهواء، تتوعدني ليش؟ يعني ما ينفع الهواء، لو ينفع الهواء توعدتك على الهواء. طيب اذا شكرا لك يا احمد. طبعا هذا